مش كل شاطر ينفع في أي دور. معرض سيارات شغال، عربيات داخلة وطالعة والحركة موجودة، بس صاحب المعرض حاطط المحاسب هو اللي يكلم العملاء ويقفل البيع، مش لأنه بيعرف يبيع لكن لأنه أكتر واحد بيثق فيه. النتيجة إن البيع بيتقفل ببطء والعميل حاسس بتردد، والمحاسبة نفسها بقت ملخبطة. المشكلة مش في الشخص ولا في المكان. دي من أكتر الأخطاء اللي بشوفها في معارض السيارات. المبيعات محتاجة إقناع وسرعة وذكاء في التفاوض، والمحاسبة محتاجة تركيز ودقة ورقابة. تحط واحد في مكان الاتنين تخسر الاتنين. في الكورة لو لعبت المدافع مهاجم صريح هتخسر الاتنين، مش لأن اللاعب وحش لكن لأنه خارج مركزه. الفرق الكسبانة بتفهم النقطة دي كويس. في استشارات معارض السيارات أول خطوة دايما إعادة توزيع الأدوار، مين يقفل البيع ومين يراجع الأرقام ومين يتحاسب على إيه. من غير ده المعرض بيفضل واقف مكانه. لو معرض السيارات عندك شغال بس المبيعات أبطأ من المفروض، غالبا المشكلة مش في السوق إنما في توزيع الأدوار. الاتصال دلوقتي ممكن يضاعف الأداء من غير ما تزود موظف واحد. كلمني ونظبطها مع بعض. انا الدكتور احمد ابو معاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.